ده oversize cardigan وفي نفس الوقت قياسه 48. اخر الفيديو ده هوريكم ازاي ان الاوفرسايز مش المفروض ان هو يتقص في القماش على طول. ده معتقد خاطئ جدا. لازم نقرا الديزاين بتاع الكارديجان ده ونرسمه على ورق علشان يطلع زي ما انتوا شايفين. كمان احنا هناخد القياس بتاعه من الجدول الايطالي وبتحديد قياس 48. اخترت القياس ده على اساس ايه هقولكم في اخر الفيديو. نفس الديزاين اللي انا لابسه هو اللي على المانيكان، بس في بينهم فرق عايزه اوضحه. الفرق ده في قراية الديزاين وتنفيذ الباترون. هو الباترون البيزك اللي انا نفذت منه الكارديجان ده ونفس الكولات نفس كل حاجة. هوريكم الفرق في طريقة التنفيذ في الاخر. اهلا بكم، انا منى عرف pattern maker and sewing specialist. وزي ما شفتوا في الانترو انا في اخر الفيديو ده هقول لكم ازاي ممكن تعملوا كارديجان يكون oversized، اشكال واحجام اجسام كتيرة ممكن تلبسه، بس في نفس الوقت الكارديجان ده متاخد القياس بتاعه من الجدول. بس ده في اخر الفيديو. انا دلوقتي عايزة احكي لكم على حاجة. انا لما كنت في المدرسة كنت مستواي عادي على فكرة، average، يعني مش طالبة مميزة ولا متفوقة. كنت بعمل مجهود رهيب في المذاكرة بس برضو كان مستواي عادي جدا. كان في تيتشر مرة انتقدتني وقالت ان انا مخي متربس، بمعنى يعني مقفل، ما بفهمش قوي. ده اللي كانت عايزة توصله ليا عن طريق ابويا في اجتماع اولياء الامور. لما راح قالت له كده، قالت له بنتك مخها متربس شوية، يعني بتقفل كده في حتت انا مبقاش عارفة ارد عليها. فهو رجع الحقيقة البيت مبسوط قوي وبيقولي شفتي تيتشر بتقول عليكي ايه؟ مخك متربس. طبعا هو كان سعيد جدا لان هو كان طول الوقت بينتقدني ولازم يطلعني غلطانة في اي موقف، في اي حاجة اعملها، في اي حاجة اقولها. فالتيتشر قالته دليل على ان هو صح مش غلط. فتروح ايام وتيجي ايام واكبر واشتغل. وفي مرة اختلفت مع حد في الشغل وده عادي، فانا بحكي له الموقف فلقيته بيدافع عن الشخص اللي انا اختلفت معاه ومطلعني انا غلطانة برضو. فانا بحاول اثبت وجهة نظري فلقيته ابتسم تاني نفس الابتسامة وكان سعيد وهو بيقول لي، يعني هو قاطعني في وسط الحوار وقال لي انتي كلك قد كده، يعني اشار بالاصبعين دول كده وقال لي انتي كلك قد كده، وكان مبتسم جدا كان سعيد جدا. هو قاطعني بس عشان يقول لي كده، مع ان دي مش في السياق، يعني مش في السياق خالص، ما كانش ليها علاقة بالحوار. بس زي ما تقولوا الواحد اتعود على النقد على الاسلوب ده. بعد كده استقلت وقعدت في البيت وقررت ان انا عايزة اتعلم باترون وخياطة. فبقول له انا عايزة اتعلم خياطة يعني نفسي كده. قلت له ده حلم، فعلا حاسة ان هو ده هدفي. قال لي لا. فقلت له ليه؟ قال لي كده خلاص انا علمتك، مفيش تعليم انتي اتعلمتي. قلت له لا، التعليم ما بيخلصش. وبعدين انا كنت في يوم من الايام افريج عاديه جدا، مش مميزه في حاجه، وده كان الحاجه اللي تخليه دايما ينتقدني. فدلوقتي انا هكون مميزه في حاجه، فلا ليه؟ لا. حاولت افتح الموضوع اكتر من مره عشان اتقابل بالرفض برضو. فكنت عايزه اقنعه، اقول له يعني اذا انا كنت طول الوقت مش مميزة في حاجة وده ما كانش عاجبك، فاهو هتعلم باترون وخياطة وهبقى مميزة في حاجة. فقلت له انا لما هتعلم باترون وخياطة هكون مبدعة. فابتسم ابتسامة عمري ما هنساها، كلها يعني استهزاء، استهانة باللي انا قلته. معروفة الابتسامة دي. انا مشيت، يعني انا لفيت ظهري ومشيت، لان يعني خلاص انا ما بقتش لاقية حاجة اقولها. يعني اذا كان دي كمان مش هتأثر فخلاص. تالت مرة حاولت افتح معاه الموضوع
عشان ما يخلينيش اتكلم تاني ابدا. قال لي انتي مش هتعملي اي حاجة في حياتك غير لما اموت. كده نهى الحوار، وانا فعلا ما فتحتش الموضوع تاني. اصل هو انا لو اتكلمت هقول ايه الرد؟ مش هيبقى في مكانه، يعني مش هيبقى صح اني ارد. هو سابها كده يعني مفتوحة في المطلق، وخلاص. الأجل الغير مسمى ده مؤلم جدا، حاجة مش معروف لها آخر، مؤلمة جدا. ومهما حاولت أعبر عن اللي أنا حسيته ما أعتقدش إني أعرف أوصله. هي حاجة بعيد عن الناس كلها يا رب، يعني إحساس بالكبت وقلة الحيلة والضعف. لكن أنا مش هعرف أوصل اللي أنا حسيته. هو لازم يتعاش عشان يتحس، ويا رب ما حدش يعيشه أبدا. لو حد شايف ان ده الجانب المظلم من الستوري، انا عايزة اقول ان انا في اقل من 10 سنين بعد لما انتقل الى الرفيق الاعلى، في اقل من 10 سنين عملت شيك اكاديمي، بعت كورسز اونلاين، عملت كتاب بيرفكت فيت، كونت التيم بتاعي، لسه طبعا بنبني التيم، يوتيوبر. كل ده اتعمل في أقل من 10 سنين، بمعنى الكلمة في أقل من 10 سنين على فكرة. ده بقى الجانب المضيء. بصوا يا جماعة، أنا متأكدة إن في ناس كتير قوي في نفس الظروف اللي أنا كنت فيها دي، وبيتحاربوا وبيتقال لهم لأ، وبينتقدوا باستمرار عمال على بطال، وبيطلعوا غلطانين طول الوقت، وبيتقال لهم عمركم ما هتعرفوا تنفذوا حاجة ولا تعملوا إنتاج ولا هيبقى ليكوا لازمة ولا أي حاجة خالص، هتفضلوا طول عمركم كده. أنا متأكدة إن في ناس كتير كده، لكن يعني مش عارفة أقول لكم إيه. حقيقي بجد الرغبة الحارقة اللي هي burning desire، هي اسمها كده burning desire، يعني أنا عايزة خياطة بس هدفي. لما نربط burning desire بالhard work، شغل وشغل مستمر وبجد شوية تعب، ما فيش أي حد على وجه الأرض هيعرف يعطلكم عن اللي انتوا عايزين توصلوا له. محدش هيقدر يوقفكم عن حلمكم، عشان انتوا عندكم burning desire وبتشتغلوا باستمرار. دي اول حاجة انا كنت عايزة اوصل لها. مهم قوي الناس تكون عارفة ان تحقيق الاهداف ممكن ما يكونش سهل، ممكن يعدي عليكم في حياتكم ناس مش تعطلكم، يعني اقول لكم ايه، يعني بترملكم حاجات كده في السكة تكعبلكم وتوقعكم. لكن اذا عايزين توصلوا اكيد هتوصلوا، لكن لازم تعرفوا ان التغيير مش سهل، لازم تستحملوا. في حاجة تانية عايزة اقولها، دايرة المعارف، اقرب ناس ليكم هم دول اخطر ناس على الهدف بتاعكم، اكتر ناس بتعطلكم، اكتر ناس ليهم تأثير على تفكيركم وعلى كونكم تبقوا creative، باستمرار عندكم افكار، باستمرار بتتطوروا بسرعة. اكتر ناس بتأثر على ده هم اقرب دايرة معارف ليكم. مسؤوليتكم تنظفوا دايرة معارفكم. دايرة المعارف دي ممكن تكون اهل، قرايب، اصحاب. انا فاكرة كويس ان كانت في واحدة صاحبتي يمكن من 25 سنة من ايام الكلية، حاليا هي مش صاحبتي على فكرة، كانت بدأت تدخل عندي بيتي وانا الاتيلي بتاعي جوه بيتي، وتبص على كل حاجة وتلف في كل حتة، مجرد انها بتدور على حاجة تنتقدها، حاجة تخليني ثقتي بنفسي تهتز. ده موجود. ودايما كنت اسمع الناس بتتغير، لا، الناس ما بتتغيرش. اللي بيحصل ان الماسك بيقع، مش اكتر من كده. هما زي ما هما من زمان، احنا اللي لما اتطورنا بدأوا هما مش قادرين يقاوموا الشعور بالغيرة، مش قادرين يغطوه.
بدأت الحقيقة بتاعتهم تظهر. هي الحقيقة موجودة من زمان، احنا بس ما كناش شايفينها. دايرة المعارف والناس القريبة مننا دي لازم يكون فيها الناس بس اللي بتتمنى لنا الخير، اللي بتسبورت، مش اللي بتنتقد للتدمير، اللي بتدور على حاجة غلط عشان تهز ثقتنا بنفسنا. الكلمة اللي بيقولوها من كتر ما هم قريبين مننا واحنا واثقين فيهم، الكلمة دي بتأثر على أدائنا في شغلنا وفي حياتنا عموما. وده هينقلني للنقطة الثالثة. عندنا مثل حلو قوي، الكلام ما بيلزقش. لو احنا مش عايزينه يلزق، يعني نفسي ناس تكمل المثل ده. الكلمة مش بتلزق لو احنا مش عايزينها تلزق. يعني انا دلوقتي مش مطلوب مني اني ابزورب اي حاجة تتقلي. اصل انتي مش فاهمة حاجة، خلاص يبقى انا بفهمش حاجة. يعني المدرسة اللي قالت عليا مخي مقفل ومتربس معاها حق، لان هي المدرسة بتاعتي، هي موظفة في وزارة التربية على فكرة، بتتقاضى راتب مقابل شغلها. عمرها ما طورت نفسها، ولا في الماب، هي كانت مدرسة الماب، ولا في طرق التدريس. ما بتتطورش زي ما هي. مين بقى اللي مخه متربس، انا ولا هي؟ هي ما عرفتش ترد على اسئلتي. ده مش عيب فيا، ده عيب فيها. ما خدش الكلام ده على انه مسلمات. ابويا قال لي انت كلك قد كده، ابقى انا كلي قد كده؟ حاليا انا يعني دلوقتي لما بقعد اراجع الحاجات دي، انا مش شايفه لها معنى اصلا. مش شايفه داعي ان كده، ما مش شايفه لها اي معنى. ليه كنت بمتص؟ لان دي التيتشر بتاعتي، خلاص ما دام هي قالت يبقى هي صح، وده بابايا ما دام هو قال يبقى ده صح. لا، مش صح. انا مخي نظيف ومش كل قد كده ولا حاجه، انا تمام. انا جات لي كومنتس كتير قوي، جوزي بيقول لي عمرك ما هتعرفي تعملي انتاج ولا حاجه، انت مهما اتعلمتي مش هتتغيري. وطالبه عندي برضو مره، دي ما كملتش على فكره، دي فضلت تكلمني تقول لي جوزي قال لي انت مش هتعرفي تعملي حاجه، عمرك ما هتوصلي لحاجه. وفعلا ما وصلتش، عشان هي امتصت الكلام ده وخدته بشكل شخصي، خدته على نفسها. يا جماعه الكلام ما بيلزقش لو احنا مش عايزينه يلزق، لو احنا قررنا انه ما يلزقش. اذا كنتوا بتنتقدوا علشان انتوا بتغلطوا، بتهدروا قماش، بتهدروا ورق، بتضيعوا وقت، بتستهلكوا كهرباء، اذا انتوا بتنتقدوا بسبب الحاجات دي، اعرفوا ان انتوا لو العكس، لو قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون ما بتعملوش اي حاجة في حياتكم، عمر ما هيجيلكم نقد. اوكي؟ اللي بينتقد ده الشخص اللي بيكافح، اللي بيشتغل طول الوقت، اللي عمال يغلط ويقع ويقوم ويكمل ويغلط تاني ويتكعبل ويقوم ويكمل. هو ده الشخص اللي بيتعرض للنقد. النقد ده ما يقللش منكم. النقد ده يقلل من اللي بينقد. نقد هدام. كل ما في الموضوع ان انتوا عمالين تغلطوا وبعدين تتعلموا الصح فتتطوروا، وتغلطوا تاني فتتعلموا حاجة تانية صح فتتطوروا، فانتوا عمالين بتضيفوا. اوكي؟ التطوير ده عبارة عن فايبس. الفايبس دي عاملة زي المراية، بتعكس على الناس اللي ما بتشتغلش على نفسها، بتعكس عليهم خيبتهم، قلة حيلتهم، ضعفهم، عدم مواجهتهم لحقيقتهم. كل ده بيتعكس عليهم، هو ده اللي بيحصل. فبدل ما يتواجه مع حقيقته ويقول انا كمان ممكن اشتغل على نفسي، انا كمان مقصر في حق نفسي، خليني ادور على حاجه اعملها، خليني اكون مميز في حاجه، لا، هو بيبتدي ينتقد بس اللي حواليه، اللي هو الاقرب الناس طبعا، لان هم دول وجوده معاهم وقربه منهم هو ده اللي هيخليه يبان قليل، لان هم عمالين يتطوروا، هو زي ما هو فبيتراجع. هو ده اللي بيحصل. فالعيب مش فيكم انتوا. هيفضلوا يفكروكم بقماش الدرس اللي دفعتوا فيه قد كده وفي الاخر الدرس باظ، او بالبلوزه اللي ما اتلبستش غير لبسه واحده واكتشفتي ان فيها عيب، وشوفي دلوقتي بننظف بيها الارض في المطبخ.
هيفضلوا يطلعوا لكم الغلطات القديمة، وهي دي اللي يعني هيكسروكوا بيها. انت عمالة تبوظي، عمالة تهدري، عمالة تضيعي، هتعلموا ازاي؟ طيب ما لازم تضيعوا قماش وتهدروا ورق، لازم. اي تعليم مكلف. ده اللي قاعد بيتفرج على كونتنت مجاني على يوتيوب علشان يتعلم منه حاجة ببلاش هيدفع حق الانترنت. فاي تعليم على فكرة هيكلف. وسيبكم من تكلفة الفلوس، الوقفة والقص والتفكير والرسم، ما الحاجات دي كلها بتستهلك من الواحد، من جسمه. يعني انتوا بتتعبوا. ما تسمحوش بقى بأي حد معدي يرمي عليكم أي حاجة تاخدوها تمتصوها. دايما اعملوا documenting للشغل بتاعكم، للحاجات اللي بوظتوها. أنا يا ريتني بقى كنت عملت كده. نمبر 1، علشان أشوف أنا اتطورت إزاي، وطورت في وقت قصير جدا، واتطورت من خلال إني أغلط وأصلح وأغلط وأصلح وأغلط وأصلح. بتعلم في كل مرة بغلط فيها. وحاجة تانية علشان الطلبة بتوعي يقتنعوا ان عادي انها تهدر وتبوظ، ان عادي انها تعمل حاجات غلط وغريبة، وبعدين تبتدي تعمل حاجات ليها قيمة ومحترمة. انا كان نفسي اشيل الحاجات اللي كنت عاملاها الغريبة، من اول البلوزة الآلية لحاجات كتير. يعني انا عملت حاجات كتيرة جدا غلط، ده عادي على فكرة، دي البروسيس. فاعملوا دوكيومنتنج لشغلكم علشان تثقوا في نفسكم اكتر. الحاجات اللي بتبوظوها دي دليل نجاح مش دليل فشل. الفاشل بيغلط مرة وخلاص ويسيب ويكمل تلفزيون، انما الناجح بيغلط وبعدين يتعلم وبعدين يجرب كمان مرة ويفضل مستمر لغاية ما يوصل. وفي الاخر اقول لكم ما تتناقشوش مع اي حد ما عندوش استعداد ان هو يقتنع بوجهة نظركم في اي حاجة. المناقشة لوحديها على فكرة استهلاك ليكم والسبلايز ليه هو. يعني هو عايزكم طول الوقت بتستهلكوا الطاقة بتاعتكم في ان انتوا تثبتوا ان انتوا صح، وان انتوا هتبقوا شطار في يوم من الايام، وان انتوا هتبقوا مبدعين ومحصلتوش ومفيش زيكم. هو عايز كده، هو عايز الحوار ده وما يقتنعش، ويفضل كل شوية ينقرصكم ويديكوا كلمتين كده، فايه تبتدوا انتوا تنفعلوا وتبتدوا تردوا. كل الحاجات دي هو بيشحن منها انرجي على فكرة. هو بياخد سبلايز جميلة تنعشه صحيح. هي السبلايز فيها غضب، فيها ايموشنز جامدة قوي، المفترض انها يعني انتوا مش سعدة. انتوا يعني الايموشنز وقتها ما بتبقاش سعادة خالص، انتوا بتبقوا منفعلين ومش طايقين نفسكم ومتنرفزين من اللي اتقال لكم. بس هو بيبقى سعيد جدا لان انتوا بتديله سبلايز، بتديله حاجة هو محتاجها، بينتعش وانتوا بتستهلكوا، وده بيأثر على أدائكم. الرد الوحيد اللي تردوه على حد بينتقدكم باستمرار وبيقول لكم انتوا عمركم ما هتنفعوا في اي حاجة في حياتكم، انتوا هتفضلوا زي ما انتوا كده، الرد الوحيد هو ان انتوا تنجحوا. بس تعرفوا لما حد ينتقدكم ترفضوا اي حاجة تدخل الاورا بتاعتكم، الانرجي فيلد بتاعكم، وتركزوا في شغلكم. تدريب. ما تديش اي مشاعر، ما تديش اي رياكشن. تدريب. وقتها هقدر اركز الانرجي بتاعتي في شغلي عشان اوصل للي انا عايزاه. لكن افضل كل ما حد يرمي لي اي كلمة اسيب اللي انا بعمله واثبت ان انا معايا حق، وان الغلطة دي انا اتعلمت منها حاجة صح، واني اهو كنت في يوم من الايام بعمل كذا، شوف انا دلوقتي بعمل ايه. استهلاك ملوش اي لازمة، ملوش اي لازمة. مش هتطلعوا باي حاجة، بس هتحسوا ان انتوا تعبانين، وده هيأثر على شغلكم. انتوا مش متخيلين ان انا بقوله لكم ده انا عرفته بعد سنين طويلة جدا. يعني لو كنت ابتديته بدري كان فرق معايا في شغلي. كل اللي انا قلته لكم ده انا عملته. نظفت دايرة معرفي، ما بقتش ابزورب اي كلمة تتقلي، ما بدخلش في حوارات ولا بدي ايموشنز ولا رياكشن لاي حد. مش متخيلين البروجرس اللي حصل في شغلي.
انا مش متخيل. اصلا انا كنت اعرف المعلومات دي من زمان، بس انا زي ما تقولوا متربية في بيئة اللي هو دايما بنتعلم ان الاهل والقرايب والناس العيلة دول اقرب ناس، اكتر ناس سبورتيف في الحياة، مالكيش الا العيلة، هم دول اللي بيقفوا في ظهرك، هم دول اللي معاكي، هم دول اللي قصدهم مصلحتك، اي حاجة يقولوها لك يبقى هم عايزين مصلحتك. فهو ده اللي كان مخليني ارفض الحقيقة بتاعت ان اقرب ناس المحيطين بيا، اقرب ناس ليا، هم دول اللي كانوا معطليني ومأثرين على شغلي. وحقيقي حقيقي لما بديت فعلا اقطع الكوردز وافصل نفسي من كل ده واخرج الناس اللي ملهاش لازمة من حياتي، اخرجهم بره خلاص. مفيش حد على فكرة، احنا مش ملزمين نفضل مخلين في حياتنا حد يبوظ لنا حياتنا، وكأن الحد ده مهم واحنا لا، وكأن الحد ده لازم اراعي شعوره وافضل محافظة على علاقة توكسيك، ولا كده يعني انا هبقى عملت حاجة كبيرة، يعني هبقى عملت حاجة بشعة، قطعت علاقة بقالها سنين بجد. يعني العلاقة دي اهم مني، اهم من تطوري في شغلي وفي حياتي؟ لا. وعلى فكرة عشان تكونوا عارفين، يعني انتوا كل لما بتخرجوا ناس التوكسيك بيدخل ناس تانية محترمة، كل ما فضيتوا الحاجات المش نظيفة كل ما دخلت حاجات نظيفة. احنا نقدر نبتدي في اي وقت، بس اعملوا اللي انا بقول لكم عليه، ده هتفرق معاكم جدا. ويلا تعالوا بقى نشوف الكارديجان اللي انا لابساه ده، هو ده اللي انا هشرحه بيتعمل ازاي. هو اوفر سايز وقياس 48 بالتحديد. الكارديجان اللي هنشتغله ده انا واخده قياسه من الجدول الايطالي، قياس 48. هو قياس 48 ينفع مع الكارديجان اللي بالديزاين ده. انا لبسته وكمان لبسته الواحده فوق ال100 كيلو، وشكله كان كويس جدا عليها. الاوفر سايز ممكن ناخد قياسه من الجدول. اشمعنى 48؟ هو اصلا مفتح، ف 48 يمشي اوكي. لو ليه زراير بيتقفل ايا كان ممكن ناخد قياس تاني اكبر من الجدول اوكي، بس الديزاين ده يمشي مع قياس 48. وتعالوا نبتدي شغل على طول. بصوا بقى دلوقتي انا عايزة اعمل الكولا، هبتدي بالكولا بتاعة الكارديجان. الكولا دي المفروض ان هي بتغطي الرقبة اوكي. اول حاجة انا هرفع حردة الرقبة لفوق. هرفعها قد ايه؟ انا عملت ده 7 سنتيمتر، خط 7 سنتيمتر. اشمعنى 7 سنتيمتر؟ ده بالتجربة. لما عملت الكارديجان بتاعي انا القياس 48 اللي انا لابساه، انا بصراحة مش فاكرة رفعته كام سنتيمتر في الاول، وبعد كده لقيته عالي قوي فقصرته. يعني رفعته لقيته الكولا واصلة لغاية الودان فقصرتها. الشغل لازم يكون على بافتة، ولازم نجرب ونعمل فيتنج وبعدين نقول صح ولا غلط. وبعد كده اعمل زاوية قائمة اوكي كده. الكولا بتاعت الكارديجان متاخدة من خط الكتف، ماشية خط واحد مع خط الكتف، يعني متخلقة من خط الكتف. ازاي؟ بنشيل 2 سنتيمتر من خط الكتف كده اوكي. وبعد كده هبتدي اعمل الحردة بتاعت الكولا. ومن هنا هاخد خط مرتاح انسيابي واعمل بيه حردة اهو اوكي. وبعدين اخد بقى الريجة وبرضو احط اكتر حتة ما فيهاش استدارة في الريجة على الخط المستقيم ده، علشان برضو اعمل كيرف مرتاح جدا.
وبكده انا رسمت الكولا بتاعة الامام. اوكي، دلوقتي بقى اطول باترون الامام ازاي؟ من خط الجنب. هطوله 10 سنتيمتر. هنا بقى نيجي لازاي نفتح. الديزاين بتاع الكارديجان بيقول ايه؟ بيقول ان هو عادي جدا متلبس عادي من فوق ويبتدي يتوسع من تحت. ازاي اعمل توسيع في الباترون من تحت؟ لو دخلت من هنا 3 سنتيمتر لجوه، بصوا الخط ده مهم قوي تشوفوه على فكرة وانتوا بتشتغلوا. لو دخلت 3 سنتيمتر لجوه اهو، ورسمت هنا خط مستقيم كده عمودي، اوكي، الخط ده هيقطع حردة الجيرو اهو. ما اوصلش اني اقطع حردة الجيرو، اوكي، قبل ما اوصل للجيرو ب3 ملي او 2 ملي اقص. اوكي، الاحسن ان انتوا تلزقوا الورق الزبدة على ورق A4 في الاول، علشان يعني الموضوع يبقى ماسك نفسه شوية. دلوقتي اهو بصوا، انا ليه قلت لكم ما تقصوش قوي؟ انا عايزة الجزء ده يكون ثابت. اوكي، فلما هتستخدموا ورق A4 وانتوا لسه في الاول يعني هيبقى احسن لكم. اوكي، بلاش ورق زبدة بس، الزقوه على ورق A4. فدلوقتي انا هفتح الباترون بقيمة 3 سنتيمتر. احط المثلث، احط المثلث وافتح قيمة 3 سنتيمتر. اللي عايز يفتح اكتر من كده عادي، حرية شخصية جدا، وحسب الديزاين، حسب قراية الموديل. انا هبني الخلف على الامام. اوكي، تعالوا نبتدي. ده الامام اهو. المفترض ان خط كتف الامام مع الكولا هيمشي مع خط كتف الخلف مع الكولا. فين الكولا؟ لسه هنعملها، بس اهم حاجة دلوقتي اني اشوف خطوط الكتف ازاي هتمشي على بعضيها. خطوط الكتف هتتخيط على بعضيها، فانا احط هنا خطوط الكتف على بعض. اوكي، واشوف ارتفاع الكولا هيبقى قد ايه اهو. اوكي، طول الخط اللي انا مديته ده همده لغاية لما اوصل لاني اعمل زاوية قايمة تقفل لي الكولا بتاعت، تقفل لي الكولا بتاعت الخلف. دلوقتي هنعمل التفتيح بتاع الخلف. خطوط الجنب امام وخلف تركب مع بعضيها. ده طوله 10 سنتيمتر، يبقى كمان الخلف طوله 10 سنتيمتر.
طولته 10 سنتيمتر. عملت ايه كمان؟ دخلت من حردة الجيرو 3 سنتيمتر. عشان كده كنت بكتب كل حاجة. وكده الكارديجان اتنفذ. ناقص على حاجة صغيرة، هو من الأمام قصير من قدام ونازل على خط الجنب طويل. اوكي، فدي هتتعمل ازاي؟ هطلع لفوق 6 سنتيمتر هنا، دلوقتي بس عايزة اقول احتمالين ممكن نعملهم. منهم واحد ان احنا نسيب خط الجنب زي ما هو، وده ديزاين اصلا اللي انا عملته نفذته ولبسته. وفي احتمال تاني ان احنا نشيل 2 سنتيمتر من خط الجنب، وده انا هبقى اشرحه في الفيديوهات الجاية. بس شوفوا الفرق ما بين الكارديجان اللي انا لابساه واللي على المانيكان. الفرق بينهم هو 2 سنتيمتر اللي بيتشال من خط الجنب ده. نبقى نتكلم في الموضوع ده. المعلومات دي واكتر هتلاقوها في Perfect Fit Workbook. اذا عايزين نسخة مجانية من الكتاب هتلاقوا ارقام تليفونات في ال description box تحت عنوان Perfect Fit Workbook. اتواصلوا مع شيك أكاديمي Support Team من خلال التليفونات دي. هيوروكم ازاي تنزلوا النسخة المجانية بتاعتكم من الكتاب، وازاي كمان تقدروا تدخلوا على الفيديوهات المجانية اللي بتشرح لكم التدريبات اللي في النسخة المجانية من الكتاب. إذا كنتم مريتوا بعلاقات زي دي في حياتكم شاركونا في الكومنتس. أنا عملت الفيديو ده علشان أنا متأكدة إن في ناس كتير قوي كده زيي حصل لهم ده أو لسه بيحصل لهم. شاركونا في التعليقات علشان الناس ما تحسش إنها لوحدها. شكرا لوقتكم، شكرا متابعتكم، وأتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share واعملوا subscribe للchannel وضغطوا notification bell. متنسوش نسختكم المجانية من الكتاب. نشوفكم الفيديو الجاي.